بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم كل متابعين ومشاهدين قناة وموقع سؤال وجواب تكنولوجيا المعلومات والسيارات. معكم أحمد المصري. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن تابلت الثانوية العامة. تمام. طبعا كانت مساهمة كويسة جدا جدا من وزارة التربية والتعليم إن هم قدموا تابلت الثانوية العامة بالنسبة للطلبة في المرحلة التعليمية دي. تمام. طبعا دي مساهمة كويسة جدا جدا لأنها تساعد على التطوير والتطور في نفس الوقت، بمعنى إن الطالب هيتطور كمنهج تعليمي، وكمان الوزارة بتقدم مناهج تعليمية بطريقة تقنية واحترافية أكتر، وبالتالي هيسهل وصول المعلومة للطلبة، ودي طبعا من الحاجات اللي هتساهم في ازدهار التعليم في مصر بإذن الله. فطبعا دي كانت فكرة وخطوة كويسة جدا جدا ومساهمة طيبة من وزارة التربية والتعليم. فحضرتك كطالب بتتوجه إلى أقرب مكتب بريد، بتدفع رسوم حوالي 100 جنيه بس، وتاخد مقابل كده طبعا إيصال بتتوجه بيه للمدرسة بتاعتك. تمام. طبعا الإيصال ده موجود فيه اسمك والإدارة التعليمية والفصل وبياناتك زي البريد الإلكتروني وكلمة السر اللي حضرتك بتعمل بيهم لوج إن أو بتعمل بيهم تسجيل دخول لبنك المعرفة أو موقع وزارة التربية والتعليم عشان تشوف المناهج المقدمة ليك بإذن الله. فاللي هنعمله مع بعض بإذن الله دلوقتي في الفيديو ده هنتكلم عن أهم المواصفات التقنية والفنية في تابلت A6 المقدم من وزارة التربية والتعليم من شركة سامسونج، وهنتكلم كمان عن اهم الاساليب والارشادات اللي من خلالها هتقدر ان انت تحافظ على التابلت بتاعك، ولو انت واجهت مشكله في التابلت ده هتعمل ايه وهيكون حلها ازاي. كل ده هنعرفه باذن الله من خلال الفيديو ده، وهنعمل مراجعه شامله للكرتونه ولاهم المواصفات التقنيه كامله وشامله باذن الله تعالى. تابع معايا واتمنى لك الاستفاده باذن الله. ومش هاكد عليك، لو حضرتك لسه جديد ما تنساش تضغط زر سبسكرايب، اشتراك في القناه، ولايك وشير وتفعيل جرس التنبيهات اسفل الفيديو ده. ما تنساش كمان تزور صندوق الوصف، هتلاقي روابط مفيده جدا جدا وفيديوهات تانية مفيده ان شاء الله تستفيد منها. وزور موقعنا سؤالوجواب.com واشترك في القائمه البريديه عشان يوصلك كل جديد باذن الله. تابع معايا واتمنى لك التوفيق والنجاح باذن الله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين التابلت طبعا مقدم من الشركه الكوريه العملاقه شركه سامسونج. تمام. هو من النوع سامسونج جالاكسي تاب A6. التابلت طبعا بيجي بمساحة تخزينية داخلية 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية رام 2 جيجا بايت رام. تمام. طبعا من العيوب اللي هتقابلوها في التابلت ده، ودي طبعا هنعتبرها من ضمن العيوب، زي ما هنتكلم عن المواصفات هنتكلم عن العيوب في نفس الوقت. من ضمن العيوب ان التابلت ده مش هتقدر ان انت تحمل عليه اي تطبيقات من اي مكان خارجي. تمام. مش هتقدر كمان ان انت تفتح عليه اي تطبيقات مدرجة زي الكاميرا على سبيل المثال. كمان مش هتقدر ان انت تفتح البلوتوث عشان تقدر ان انت ترسل او تستلم اي ملفات انت عايزها. تمام. كمان للاسف مش هتقدر ان انت تتصفح اي مواقع خارجية من خلال المتصفح الوحيد الموجود على التابلت ده، وهو متصفح جوجل كروم. وده طبعا لانه تم تحديد المواقع اللي انت المفروض ان شاء الله حضرتك تتعامل معاها، زي مثلا موقع وزارة التربية والتعليم، موقع بنك المعرفة المصري، نظام إدارة التعلم اللي هو LMS Learning Management System. وكمان تم وضع اختصار للمواقع ديت على التابلت عشان يسهل عليك الوصول ليها إن شاء الله. دي كانت أهم العيوب اللي أنت حضرتك هتقابلها في التابلت ده. لكن طبعا في أسئلة واستفسارات كتير حوالين إيه هي أهم المواصفات اللي موجودة في التابلت، إيه هو سعر التابلت ده في السوق المصري. تمام. وإحنا إن شاء الله هنا من خلال قناتنا وموقعنا سؤال وجواب لتكنولوجيا المعلومات والسيارات هنتكلم عن المواصفات التقنية بالكامل إن شاء الله. ولكن خد بالك إن التابلت ده في الأول والآخر هو عبارة عن تابلت عادي جدا، تعتبر مواصفات عادية جدا جدا زيه زي أي هاتف متوسط، ولكن بالطبع هو بنسبة 100% مناسب جدا جدا للغرض التعليمي المطلوب منه. تعالوا دلوقتي نعمل فتح صندوق لتابلت سامسونج A6 مع بعض، وبعدين نتكلم عن أهم المواصفات التقنية إن شاء الله. طبعا التابلت هنا لو جينا نعمل دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، لو جينا نعمل هنا طبعا فتح صندوق، هتلاقي طبعا التابلت بيجي معاك زي ما حضرتك شايف كده. اول حاجه حضرتك بتعملها هتلاقي التابلت جاي في الغلاف بتاعه زي ما انت شايف، شاشته محترمه وحاجه كويسه جدا جدا هنتكلم عليها دلوقتي. طبعا بيجي معاه هنا اللي هو راس الشاحن. تمام. وهي قدرته الفولتيه 5 فولت. تمام. وطبعا دي حاجه كويسه جدا جدا بالنسبه للتابلت ده، لان البطاريه بتاعته 7300 ملي امبير وهنتكلم عنها ان شاء الله دلوقتي. بيجي كمان وصله من النوع اللي هي اليو اس بي 2 اللي هي دي الخاصه بالشحن ونقل البيانات. هتلاقي كمان السماعه العاديه بتاع سامسونج اللي هي 3.5 ملي. طبعا هتلاقي كمان اللي هو دليل التشغيل السريع باللغه العربيه والانجليزيه مع الضمان. ده بالنسبه لمحتويات الصندوق او محتويات العلبه بتاعه التابلت. هتلاقي كمان ان التابلت بيجي معاه كهديه من وزاره التربيه والتعليم جراب من النوع فيليب، يعني بمجرد ما تفتحه بيفتح الشاشه، تقفله بيقفل الشاشه. حاجه كويسه جدا جدا. يعني جراب زي ده سعره في السوق لو انت بتشتريه من بره سعره ممكن يوصل 250 و 300 جنيه، وده عن تجربه مع جرابات
لاجهزه سامسونج العاديه، وبالذات الجرابات الاصليه الاوريجينال اللي هي الفليب، لانه خامته في التصنيع كويسه جدا جدا. طبعا في هنا تدرجات على اساس ان انت تستخدمه زي لابتوب كده، وتقدر ان انت تستخدمه رأسي او افقي زي ما حضرتك شايف كده. تمام، تقدر ان انت تستخدمه كده او كده او كده. تمام، بيجي معاه كمان قلم للتاتش زي ما حضرتك شايف. ده بالنسبة للجراب بتاع التابلت. طيب هنتكلم دلوقتي عن التابلت. التابلت نفسه اهم المواصفات الفنية في التابلت ده او تابلت الثانوية العامة. لو جينا مع بعض دلوقتي كده نخرج التابلت ونشوف ايه هي اهم مواصفاته. لو جينا نتكلم عن اهم المواصفات الفنية اللي التابلت ده بيقدمها، هتلاقي ان التابلت ده بيدعم تركيب شريحة اتصال واحدة من النوع 4G LTE الجيل الرابع من النوع نانو سيم، مع كارت ميموري طبعا زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، كل واحد فيهم في مكان لوحده ومش هايبرد. تمام. وزن التابلت طبعا هو 525 جرام. بالنسبة لأبعاد التابلت فبيجي كارتفاع 254.2 مللي، وبالنسبة كعرض 155.3، وبالنسبة للسمك فهو 8.2. وخامة التصنيع طبعا الخاصة بالتابلت ده كله من البلاستيك مش من المعدن، يعني الفريم بتاعه وجسمه كله من البلاستيك. بالنسبة للشاشة فهو بيجي من النوع TFT LCD، وبحجم طبعا حجم الشاشة هنا ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين 10.1 بوصة. حجم الشاشة هنا 10.1 بوصة، ودقة الشاشة 1920 في 1200 بكسل. وكمان بيدعم اللمس المتعدد اللي هو كاباسيتيف تاتش سكرين مع دعم اكتر من 16 مليون لون. وطبعا الشاشة هنا للأسف غير محمية بطبقة الكورنينج جوريلا جلاس اللي هي الخاصة للحماية من الخدوش. بالنسبة للمعالج ده فهو بيجي من النوع اكزينوس 7870 اوكتا كور ثماني النواة بتقنية 14 نانومتر، وده حاجة كويسة جدا لأن التابلت ده أصلا قديم في السوق من 2016 مش جديد. تمام. بيجي طبعا النواة بتاعه مقسومة على اتنين، 4 في 1.6 جيجا هرتز كورتكس اي 53 و4.1 جيجا هرتز كورتكس اي 53. تمام. ده طبعا كان للبروسيسنج او المعالج بتاعه اللي هو السي بي يو. طيب بالنسبه للمعالج الرسومي اللي هو الجي بي يو فهو بيجي من النوع مالي تي 830 ام بي 2، ودي طبعا حاجه كويسه بالنسبه للتابلت ده. بالنسبه لنظام التشغيل المدرج مع الجهاز ده فهو اندرويد 7 نوجا، طبعا قابل للتحديث الى اندرويد اوريو اللي هو 8.1 مع واجهه سامسونج اكسبيرينس. في اجهزه طبعا بتنزل اندرويد 6، ولكن الجهاز ده اندرويد 7، يعني لو دخلنا كده شفنا هتلاقيه اندرويد نوجا. تمام، اللي هو اندرويد 7. بالنسبه لمساحه التخزين الداخليه الخاصه بالجهاز ده فهو بيجي بذاكره 32 جيجا بايت قابله للزياده الى 256 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه مؤقته رام 2 جيجا بايت. تمام. بالنسبه للكاميرا فهي طبعا للاسف بتيجي متوقفه ما بتشتغلش، يعني لو حضرتك جربت كده تدخل هتلاقيها بتخرج تلقائي. تمام، زي ما حضرتك شايف كده لو ضغطنا على الكاميرا ما بتدخلش. طبعا غير مسموح بتشغيلها. والكاميرا هنا الخلفية، بالنسبة للكاميرا الخلفية بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 1.9 اف. تمام، مع فلاش مدمج طبعا، وبتقوم بتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية الواحدة. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.2، وبتصور طبعا فيديوهات بدقة 1080 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية الواحدة. طبعا التابلت ده ما بيدعمش بصمة الإصبع، تمام، أو الفتح عن طريق بصمة الوجه اللي هي الفيس أنلوك. بالنسبة للبطارية طبعا بتيجي من النوع ليثيوم أيون بحجم 7300 ملي أمبير، وما بتدعمش الفاست تشارج اللي هو الشحن السريع، ولكن هي عشان بطارية 7300 ملي أمبير الشاحن بتاعك هنا 2 ملي أمبير و5 فولت، فهتكون قدرته كويسة جدا جدا مع التابلت ده. وأنصحك إن أنت تشحن بيه الشاحن بتاعه اللي بيجي معاه عشان السعة الفولتية بتاعته والملي امبير بتاعه عالي، فهيشحن معاك بسرعة بإذن الله. طبعا مدخل الشحن عادي اللي هو المعروف اللي هو اليو اس بي 2 مش التايب سي. تمام، ودي طبعا احدى العيوب، ولكن طبعا الجهاز زي ما قلنا الجهاز قديم مش جديد، فده مدخل اللي هو اليو اس بي 2. طبعا لو تايب سي بيكون اسرع شوية في الشحن وكمان في نقل البيانات. طبعا التابلت هنا بيجي بقلم من النوع اس بن، تمام، واللي متواجد في هواتف جالاكسي نوت 9، ولكن طبعا ما بيجيش بأي إضافات أو مميزات تانية مدعومة من خلال السوفت وير الخاص بالجهاز، ولكن هي كل مهمته اللي هو الاستخدام العادي للشاشة بس، مفيش أكتر من كده. تمام، هو ده استخدام القلم الخاص بالتابلت. طبعا التابلت كمان موجود فيه مستشعر تسارع اللي هو الأكسليروميتر، وكمان بيدعم الواي فاي والبلوتوث والجي بي اس، وللأسف ما بيدعمش راديو الاف ام. طبعا التابلت عالميا متاح بلونين اللي هو الاسود المعدني والابيض اللؤلؤي اللي هو الميتاليك بلاك،
والبيرلي وايت، ولكن الموجود طبعا معانا من وزارة التربية والتعليم اللي هو الميتاليك بلاك او الاسود المعدني. تمام، اللي هو اللون اللي مع حضرتك ده. دي طبعا كانت اهم المواصفات الفنيه والتقنيه شامله الخاصه بالتابلت ده. طبعا التابلت هتلاقي تصميمه سابق الاوان شويه، بمعنى ان انت هتلاقي عندك مخارج السماعات هنا في الاسفل تحت، طبعا عشان لو انت حاطط التابلت هنا على ظهره ما يتكتمش، ودي طبعا كانت احد العيوب اللي موجوده في هواتف سامسونج عموما. تمام، زي ما حضرتك شايف كده مدخلين، تمام، ليفت ورايت. هتلاقي عندك كمان ان مدخل الجاك من فوق اللي هو 3.5 مللي، جنبه مدخل اليو اس بي 2 والمايك. ده بالنسبة للمداخل. هتلاقي عندك المداخل هنا التانية اللي هي المايكرو اس دي الخاصة بكارت الميموري، وعندك هنا مدخل السيم كارد، طبعا زر الصوت اللي بيعلي ويوطي والباور. دي كانت اهم المواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالتابلت ده. تعالوا نتكلم دلوقتي على اهم النصائح والارشادات الهامة لكل واحد هيستخدم التابلت ده، عشان طبعا تحافظ عليه من المشاكل اللي انت ممكن تواجهها في خلال استخدامك للتابلت في الفترة الجاية ان شاء الله. اول نصيحة مني لحضرتك، يا ريت طبعا ما تجربش ان انت تدخل اي نوع من التطبيقات او البرامج او الالعاب الغير معروفة او الغير مدعومة للجهاز ده، طبعا بدون علم مسؤول التطوير التكنولوجي في المدرسة اللي انت تابع ليها، تمام، او مركز الدعم والصيانة من سامسونج. ده طبعا ليه؟ عشان تضمن عدم خروج حسابك او جهازك من الدعم والمنظومة التعليمية عموما، وهتبقى مشكلة كبيرة جدا ليك، هتدخلك في مشاكل ومتاهات وتضييع وقت. تمام، دي اول نصيحة. تاني نصيحة بقدمها لحضرتك، في حالة حدوث أي مشاكل متعلقة بالصيانة أو الأعطال الخاصة بالجهاز، لازم إن أنت تبلغ مسؤول التطوير التكنولوجي الخاص بيك في المدرسة. وفي حالة إن هو ما عندوش القدرة لحل المشكلة، طبعا هو في الحالة دي بيقوم بإبلاغ قسم التطوير التكنولوجي التابع للإدارة التعليمية اللي حضرتك تابع ليها. أما في حالة لو كانت المشكلة كبيرة، فتقدر إن أنت تتوجه لقسم الصيانة الخاص بشركة سامسونج أو السبورت اللي هو الدعم الفني، من خلال الدخول إلى خدمة العملاء ودعم سامسونج من خلال الرابط الخاص بيهم، واللي أنا هسيبه لك إن شاء الله في الديسكريبشن في الوصف أسفل الفيديو ده هتلاقيه. تقدر تدخل تكتب بياناتك، اسمك بالكامل والبيانات اللي هتطلب من حضرتك، وهم بيقدروا إن هم يحلوا لحضرتك المشكلة بكل بساطة بإذن الله، إما من خلال التواصل معاك أو من خلال الدخول على التابلت بتاعك عن طريق النوكس مانجمنت ريموت سبورت. ودي طبعا حاجه من الحاجات اللي هي يمكن ما شفتهاش في فيديوهات اتشرحت او الكلام ده، ولكن دي حاجه من الحاجات اللي هم يقدروا من خلالها يقدروا يدخلوا يحلوا مشكلتك عن بعد. تمام، زي خدمه التيم فيور او روبي او اللي هي البرامج الخاصه بالتحكم عن بعد في اجهزه الكمبيوتر، نفس القصه هنا بالظبط، ودي خدمه مقدمه من خلال نوكس او حمايه نوكس من سامسونج. تمام، حضرتك كمان انا لاحظت ان في خلط ما بين السيريال نمبر والاي مي اي دي الخاص بيا الخاص بالجهاز والبريد الالكتروني وكلمه السر. حسيت ان في لخبطه كتير في الفيديوهات اللي انا شفتها على اليوتيوب. الحكايه مش كده خالص، السيريال نمبر حاجه والاي مي حاجه والبريد الالكتروني حاجه وكلمه السر الخاصه بيك حاجه تانية. البريد الالكتروني وكلمه السر ده اللي خاص بيك لما بتيجي تدخل على بنك المعرفه او مركز اداره التعلم اللي هو ال ام اس او موقع وزاره التربيه والتعليم المصري عشان يفتح لك المناهج التعليميه بتاعتك. اما بالنسبه للسيريال نمبر والاي مي اي دي فده موضوع تاني، ده في حاله ان انت قابلت اي مشاكل خاصه بالجهاز بتاعك من خلال تواصلك مع سامسونج، هم بيطلبوا منك الاي مي اي دي وبيطلبوا منك السيريال نمبر بتاع الجهاز، فده خاص بدعم سامسونج. اما بالنسبه في حاله ان انت عندك مشكله خاصه بالمناهج التعليميه بتاعتك، فدي متعلقه ببريدك الالكتروني وكلمه السر، يعني ده موضوع وده موضوع تاني. ارجو ان الموضوع يكون واضح بالنسبه لك بالطريقه دي. تمام، وده كان الفرق ما بين الاي مي اي دي والسيريال نمبر والبريد الالكتروني وكلمه السر. طيب لو جينا نتكلم على تابلت الثانويه العامه، سعره كام في مصر؟ بالنسبه لسعر تابلت الثانويه العامه فهو سعره اصلا في السوق المصري للاسف غير متوفر، لانه اصلا التابلت مش متوفر غير من وزاره التربيه والتعليم في مصر بس. اما بالنسبه للنسخه المتوفره في مصر فدي حجم الشاشه بتاعها 7 بوصه بس وبسعر 4500 جنيه تقريبا. لكن طبعا في حاله توفر نفس امكانيات الجهاز ده وحجم شاشه الجهاز ال 10.1 بوصه في السوق المصري فسعره ممكن يبقى ما بين 5000 ل 5500 جنيه. دي كانت اهم المواصفات والعيوب الموجوده في الجهاز ده او اللي انت ممكن تقابلها، وكانت اهم النصائح والارشادات اللي حبيت ان انا افيدك بيها. طيب لو حبيت دلوقتي ان انت تدخل بريدك الالكتروني وكلمه السر الخاصه بيك عشان تفتح المناهج التعليميه بتاعتك في وزاره التربيه والتعليم، هتتوجه لبنك المعرفه المصري او موقع وزاره التربيه والتعليم. اما بالنسبه للليرنينج مانجمنت سيستم اللي هو مركز اداره التعلم، فده انت مش هتحتاجه دلوقتي الا لما تفتح البريد الالكتروني وكلمه السر بتاعتك، وده اللي من خلاله بتقدر ان انت تتحكم في بياناتك بالكامل. تمام، طبعا البيانات مقفوله على قد الوزاره بس، انت ما بتقدرش تعدل اي حاجه.
لان كل رجوعك لو عندك اي مشكله يكون لمركز التطوير التكنولوجي عندك في المدرسه. هتدخل على بنك المعرفه المصري. طبعا بعد ما تكون فتحت الواي فاي، في حاجه نسيت ان انا اقولها لك. الواي فاي طبعا ما بيفتحش مننا زي الاجهزه العاديه، بيقول لك تمنع سياسه الحمايه باستخدام واي فاي. هتدخل على الضبط، وبعد كده عندك الواي فاي، فبتدخل عليه وبتعمل اضافه للواي فاي من جوه الضبط مش من بره. تمام. بمجرد ما تفتح الواي فاي بتعمل تسجيل دخول. بعد ما بتعمل تسجيل دخول بتيجي هنا تكتب البريد الالكتروني وكلمه السر وتقول له دخول. كده بيتم تسجيل الدخول دايركت معاك على طول باذن الله. تمام. فبالتالي بتقدر ان انت تشوف المناهج التعليميه بتاعتك، وهتلاقي التصفح سهل وبسيط. بالنسبه لموقع وزاره التربيه والتعليم فبتقدر ان انت تدخل من عليه وتشوف اخر التطورات اللي وزاره التربيه والتعليم نزلتها وكده. تمام. بالنسبه لل ام اس اللي هو الليرنينج مانجمنت سيستم، فبتقدر من خلاله ان انت تشوف حسابك وبياناتك بالكامل على موقع وزاره التربيه والتعليم ان شاء الله. طبعا هنتكلم دلوقتي عن اهم التطبيقات المدرجه مع تابلت سامسونج A6. تمام. اهم التطبيقات المدرجه مع تابلت الثانويه العامه اللي هو عندك هتلاقي في الاله الحاسبه، الساعه، اللي هي التطبيقات العاديه بتاعت الاندرويد. هتلاقي عندك المذكره، طبعا تقدر ان انت تضيف اي حاجه انت عايزها. لو عايز تضيف نوت او حاجه هتلاقي عندك هنا طبعا نوكس، حمايه نوكس من سامسونج. تمام. هنا طبعا بيقول لك دفعه الدقهليه زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، بس طبعا الحمايه مغلقه، ما بتقدرش ان انت تعمل اي حاجه. في طبعا هنا حاجات خاصه بالتحكم عن بعد في الجهاز وحاجات زي كده خاصه بسامسونج. تمام. وخاصه بالدعم الفني زي ما سبق من شويه وقلت لك، الخاص بسامسونج السبورت، عشان لو عندك اي مشاكل في الجهاز يقدر يحلها لك عن طريق الاي مي اي دي وعن طريق السيريال نمبر. تمام. عندك كمان اللي هو الماي سكريبت كالكوليتور، ان انت عندك هنا آلة حاسبة تفاعلية زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، بتقدر من خلالها ان انت تكتب وتعمل ريسايكل عادي وتعمل رجوع وباك وكده. تمام. لو قلنا مثلا جذر 16. تمام. فطبعا دي آلة حاسبة تفاعلية سريعة كده تقدر ان انت تستفيد منها ان شاء الله. هتلاقي كمان عندك هنا طبعا الضبط، تقدر من خلاله الضبط طبعا سهل زي التليفون اللي معاك، يعني مفيش اي فرق. ضبط سامسونج عادي جدا وسهل. تقدر طبعا ان انت تعمل تحسين للجهاز، بمعنى ان الجهاز هيجي مع الوقت هتحس ان الجهاز بطيء او متكتف معاك. تمام. تقدر ان انت تدخل هنا على صيانة الجهاز من خلال الضبط، تدخل على صيانة الجهاز. هتلاقي عندك طبعا مكان التخزين. طبعا تقدر هنا ان انت تعمل مسح الان، فبيعمل لك تحسين لاداء الجهاز. دي التطبيقات طبعا اللي هي مفتوحه في الكاش ميموري او الذاكره المؤقته. تمام. زي ما حضرتك شايف هنا. طبعا حتى تليفونك العادي تقدر تستخدم الموضوع ده، واحنا اتكلمنا عن حاجات زي كده على القناه. هنا الرام برضو تقدر ان انت تعمل تحسين لاداء الرام بايقاف التطبيقات الموجوده في الخلفيه. يعني في تطبيقات مفتوحه في الخلفيه مساحتها دلوقتي 509 ميجا، شايف كل ده مفتوح في الخلفيه، انت مش شايفه لكن هو مفتوح. تقدر تعمل مسح الآن ويعمل لك تنظيف للرام الخاصة بجهازك. تمام. دي طبعا معلومات حبيت ان انا اضيفها لك عشان انا حبيت ان أنا الم كل حاجة في فيديو واحد. طبعا عندك حماية الجهاز هنا ان انت تقدر كل فترة تدخل تعمل فحص للجهاز بتاعك. تمام. ولكن طبعا الجهاز اصلا بوكس مقفول، مش يعني ما تقلقش، ما فيش فيه مشاكل ولا فيه فيروسات ولا حاجة. هتلاقي عندك كمان في تطبيق اسمه ايوريكا ايجيبت ديمو. تمام. التطبيق ده خاص بالفيديوهات اللي موجودة على السيرفر المدرسة بتاعتك. يعني لو حضرتك دلوقتي فتحنا مع بعض، طبعا هيجيب لك هنا اللي هي الليسنس اجريمنت، اللي هي الاتفاقية النهائية للمستخدم. بتقول له هنا don't show me again، يعني ما تظهرهاش ليا تاني. تمام. ممكن تعلم عليها او تقول له accept، بحيث ان انت لو فتحت ما تظهرش ليك تاني. هتلاقي عندك هنا طبعا الصف الاول الدراسي، عندك هنا الاحياء، عندك هنا الكيمياء، عندك هنا الفيزياء. تمام. طبعا دي الفيديوهات المتاحة على التطبيق ده، ولكن معمولة سينكرونايز او معمول بينها وما بين السيرفر عندكم في المدرسة مزامنة، بنقول عليها سينك او سينكرونايز، مشاركة او مزامنة. تمام. لو ضغطت على الفيديو هنا شوف هيجيب لي رسالة يقول لي you are not connected to schools network. تمام. يعني هنا بيقول لي the download is only available while device is connected to schools network، يعني بيقول لي اتصل بالشبكة الخاصة بالمدرسة عشان يتم تشغيل الفيديو ده باختصار. يعني معنى كده ان الفيديوهات دي مربوطة بالسيرفر اللي موجود على المدرسة بتاعتك. تمام. دي كانت اهم المميزات الخاصة بالجهاز ده. طبعا لو حضرتك جيت تشوف هنا هتلاقي طبعا بعض الحاجات هنا. لو جينا نفتح البلوتوث مثلا بيقول لك تمنع سياسة الحماية استخدام البلوتوث. الواي فاي زي ما شرحنا. الكشاف طبعا بيشتغل عادي مفيش اي مشاكل. تمام. زي ما حضرتك شايف كده الكشاف شغال عادي. دي طبعا ملهاش علاقة بالحماية يعني. تمام.
طبعا في حاجات كمان زي السمارت فيو، تقدر ان انت تعرض الشاشة بتاعت التابلت ده على تلفزيون ذكي لو عندك سمارت تي في في البيت. في فيديو طبعا هنزله على القناة بخصوص الموضوع ده ان شاء الله. تقدر ان انت تربط شاشة التابلت بتاعك او تعمل بينها وما بين شاشة التلفزيون الذكي عندك مشاركة، على اساس ان انت لو عينيك هتتعبك من كتر شغلك على التابلت تقدر ان انت تشاركها على شاشة التلفزيون عندك بدون مشاكل. تمام. طبعا هنبقى نجرب التقنية دي واحاول ان انا اعمل لكم عنها شرح بكل بساطة، وهي بسيطة وسهلة يمكن مش محتاجة شرح كمان. تمام. في كمان معلومة حابب ان انا افيدك بيها، في حالة ان انت نسيت الاي مي اي دي او السيريال نمبر الخاص بالجهاز بتاعك، او في مشكلة او العلبة بتاعة التابلت ضاعت، ففي الحالة دي تقدر ان انت تدخل على الهاتف وتضرب الكود ده. هتضرب نجمة شباك 06 شباك، بيقوم يعرض لك الاي مي اي دي، تمام، والسيريال نمبر بتاع الجهاز بتاعك بكل بساطة. تمام. طبعا ده في حالة ان الكرتونة بتاعتك فيها مشكلة او مش موجودة، او انت متعرفش الاي دي بتاعك، او اتطلب منك فجأة والتابلت معاك بره وانت في المدرسة في قسم التطوير التكنولوجي، او لو انت بتكلم الدعم الفني وبعيد عن العلبة أو الكرتونة بتاع التاب، تقدر من خلال الكود ده اللي هو نجمة شباك 06 شباك تدخل تجيب الاي مي اي دي والسيريال نمبر بتاع الجهاز بتاعك بكل سهولة. تمام. طبعا هنجرب دلوقتي الجراب مع بعض. طبعا الجراب هنا زي ما قلنا هو جراب فليب، بمعنى ان الجراب الفليب ده جراب ذكي شوية، تقدر من خلاله ان انت استخدم التاب كقفل وفتح، يعني لو قفلنا وفتحنا فالتاب بيشتغل زي ما انت شايف كده، تمام، بدون اي تدخل منك. دي اسمها جرابات فليب، بتبقى مقدمة اصلا من سامسونج والشركات الكبيرة بتنزلها في اغلب الاجهزة. تمام. طبعا دي حاجة كويسة. طبعا هتلاقي عندك هنا استك داخلي جوه في حالة ان انت حبيت ان انت تقفل الجراب من بره كده عشان يحفظه لك اكتر. طبعا تصميمه جميل جدا وشيك جدا ما شاء الله. هتلاقي عندك كمان التدرجات دي بحيث ان انت لو حبيت تضيف التابلت كده، تمام، وتستخدمه زي اللابتوب، تقدر ان انت طبعا تحول الشاشة لاتجاه عمودي او افقي، تمام، وتشتغل على التابلت كده. تمام. طبعا ده هيسهل عليك شغلك وهيريحك. تمام. تقدر ان انت كمان تقدر تستخدمه كده بدون اي مشكلة. طبعا بكده بفضل الله هنكون اتكلمنا عن كل شيء بالتفصيل يخص تابلت الثانوية العامة. اتكلمنا عن المواصفات، واتكلمنا عن العيوب، واتكلمنا عن سعره في السوق المصري لو موجود، واتكلمنا عن السوفت وير بتاعه بالتفصيل. تمام. واتكلمت عن اهم النصائح والارشادات اللي تفيدك في الموضوع ده. اتمنى تكون استفدت. يا ريت تنشر وتشارك عشان غيرك يستفيد. زكاة العلم نشره وتعليمه. مش هاكد عليك، يا ريت ما تنساش تضغط زر سبسكرايب، اشتراك في القناه من اسفل الفيديو ده، ولايك وشير وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش كمان تضغط على زر الوصف او اظهار المزيد اسفل الفيديو عشان تشوف الفيديوهات والمقالات الموجوده اسفل الفيديو ده في الديسكريبشن في الوصف. وتدخل كمان على موقعنا سؤالجواب.com، هتلاقي مقالات تعليميه مفيده في شتى المجالات ان شاء الله تستفيد منها باذن الله. انتظرونا في فيديوهات جايه كتير وشروحات جايه. ويا ريت لو عندك اي استفسار او اي سؤال عن اي شيء يخص التابلت سيبوه لنا في التعليقات عشان نفيدك بيه باذن الله. تحياتي ليكم، كان معاكم احمد المصري من قناتكم وموقعكم سؤال وجواب لتكنولوجيا المعلومات والسيارات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.